والمحاولة من سفيان إلى رافائيل رودريغيز، لعب الكرة عرضية لكن راحت، نعم راحت في الشباك. الكرة العرضية سكنت بالنيران الصديقة على ما يبدو. هكذا هي الفرحة الأولى يا دافيد متروفيتش، كانت للزعيم العيناوي الأحلام التأهل من هذه المباراة، الوصول إلى نصف النهائي، هدف نادي العين في هذه الأمسية، لذلك يتقدم بأول الأهداف ويصعب المهمة. العرضية من رودريغيز، شوف كيف وضعها متروفيتش بهذه الطريقة، سكنت الشباك، وضعها صعبة مستحيلة. في اللقطة الماضية ما كان عنده الإحساس بالمكان اللي وضع الكرة بهذه الطريقة. اللاعب متروفيتش أغمض عينيه ليفرح نادي العين وجماهيره بأول الأهداف في هذه المباراة وفي هذا اللقاء. يحتفل رامي ربيعة، معليش يا دافيد متروفيتش. يلعب له كرة أمامية، تمريرة خاطئة، عادت إلى لابا، يا عيني يا لابا، إلى سفيان انطلق فيها إلى لابا، يا سلام على العيناوي وعلى الثنائية، ولابا لا يرحم المرمى، حضر في اللحظة التي تصنع الفارق، سكن الكرة باسم العين والعيناوي يسجل الثاني. الزعيم يضرب بقوة، الزعيم يتقدم بهدفين، لكن كرة رائعة، هجمة منظمة، نهاية سعيدة لابا كوتشو وماكينة الأهداف التوغولية، الآلة التهديفية ما شاء الله عليه التي تعمل بدون توقف في هذا الموسم. هذه الكرة وهذه المحاولة، هذه التمريرة من سفيان، نقلها بشكل رائع لابا في البداية إلى سفيان اللي عاد إلى لابا، واحدة من ذكريات زمان ما بين الاثنين. التمريرة من سفيان إلى لابا، ثنائية سفيان ولابا وتمريراتهم لبعض اللي عادت مرة أخرى، والإنهاء الجميل من الكابيتانو لابا كوتشو اللي يرسم الفرحة في هذه الليلة بهدف ثاني ويصعب المأمورية. العيناوي يضرب بقوة، الفرحة الكبيرة في هذه الليلة. تشكيلة اليوم 24 عام، إيغور، عرضية من إيغور بالراس، وهدف التقليص يأتي ماناي. هذا هو ماناي اللي كان أول ألباني يرتدي قميص نادي برشلونة، الآن يظهر في هذه الليلة ويسجل هدف التقليص. إيغور كورنادو، عرضية كانت رائعة، وماناي بالراس وضعها صعبة على حارس المرمى حسن ساني، سكنت الشباك في شوط المباراة الأول. شوط مثير، شوط في 3 أهداف. إيغور العرضية والرأسية من ماناي، بنية جسمانية قوية من ماناي اللي وضع الكرة بالراس في هذه اللقطة وراحت في الشباك، سكنت في الشباك في مرمى نادي العين. يأتي هدف التقليص، هدفين مقابل هدف بانضمام لنادي العين. كرة بتعود إلى سفيان سددها هذا السفيان انتفض الفنان. هكذا هي عادة المسيان، سفيان يعود مرة أخرى، يزور الشباك، يرسم الفرحة في هذه الليلة. سبق الجميع للفكرة قبل القدم، هدف ذكي، هدف مؤلم لنادي الشارجة وجميل لنادي العين، هدف جميل يسجل، لكن هدف في مراوغة رائعة، في ذكاء كبير. سفيان رحيمي كان في أمس الحاجة لهذا الهدف، لذلك فعل هذا الأمر. شوف الكرة، شوف المراوغة، راوغ الاثنين بطريقة رائعة وأطلقها قوية، راحت سكنت في الشباك، وصلت، والعيناوي بهذه الطريقة يضع قدما ونصف في نصف النهائي، سفيان رحيمي اللي يقوم بدور كبير، بعمل كبير
في هذه الليلة. رحيمي من أصر على يا حسين، نعم أصر شقيقك إنه يسجل في هذه الليلة وخلاص يضع حدا سوء الطالع أمام المرمى. والكرة فيها أيضا استخلاص وإبعاد في اللعبة الماضية، عادت مرة أخرى لألمم. يا سلام يا عيني يا حبيبي على هدف يأتي من الساحر الكسول بالاسيوس، المتعة بالاسيوس، والعيناوي يضرب بالخمسة، يضرب الآن بهدف رابع في هذه الليلة. لكن عينك على بالاسيوس، هدف يأتي بلعبة جميلة، هدف رائع من الممتع بالاسيوس اللي يعيش أياما جميلة. الساحر الكسول أطلقها لكي تسكن الشباك، لكن عينك على المهارة. يا بالاسيوس، يا على لقطة جميلة من بالاسيوس. لا يسجل أي هدف. هذا بالاسيوس وهذه عاداته، هذا بالاسيوس وهذه لقطاته، هذه أهدافه. الزاوية مستحيلة نعم للجميع إلا لبالاسيوس سهلة، لا يرى فيها أي صعوبة في اللقطة الماضية، لذلك وضعها في الشباك، سجل هدف رائع يا بالاسيوس. رجل المواقف الآن المستحيلة والأهداف الجميلة، الأيادي توضع على الرؤوس، أرادها الجميع صعبة.